ازاي ابطل افكر في حاجه كان نفسي فيها وما حصلتش رغم ان حياتي مشيت وكل حاجه اتغيرت، بس مخي واقف عند الحاجه دي لسه. مخك بتاعك، وبالتالي طول ما انت مفترض ان مخك هو اللي سايقك مش انت اللي سايقاه، هتفقدي القدره على السيطره على مخك وافكارك. دي حاجه. الحاجه التانيه محتاجين نعرف انه احنا كبني ادمين مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نسيب ازاي افكارنا، وبنتعامل مع الفكر على اساس ان هو بيروح لوحده. هو مش بيروح لوحده، احنا اللي بنسيب الافكار، والافكار احنا بنكتسبها في اوقات من حياتنا بمختلف سننا وعمرنا وظروفنا. ففي اوقات بتبقى في افكار حلوه قوي براقه قوي في سن معين، في وقت المراهقه، في وقت لسه متخرج من الجامعه. بس لما يكون انت بقالك، شوف انت تخيل كده طموحاتك وانت لسه داخل الجامعه وما بين طموحاتك دلوقتي، كده هتكون مختلفه. تخيل انت بتحقق طموحات الجامعه دلوقتي، مش مناسبه. فبالتالي محتاج ان احنا نتعلم ان احنا في افكار قديمه محتاجه تترمي، محتاجه تتساب. زي اللبس، انت عندك لبس انت بتحبه قوي وفخور بيه قوي وكنت مبسوط بيه جدا، بس بتاعك وانت صغير هينفع تلبسه دلوقتي؟ مش هيبقى مقاسك، هيبقى شكله وحش عليك، هيبقى خلاص ايه ده. او كان في لبس نفسك تلبسه وانت صغير بس ما حصلش انك انت عرفت تشتريه وقتها، ما عرفتش تجيبه، تيجي تلبسه دلوقتي مش مقاسك، مش مناسب. فاحنا محتاجين نتعلم ازاي نسيب، زي ما بنسيب فكره انه احنا مشكلتنا ان احنا مش عارفين ازاي نعمل ده، فبنعمله بتشبيهات، ان احنا نشبه الفكره دي ببالونه بتطير وخلاص، طار راحت خلاص. لان احنا لو ما عرفناش نسيب الافكار اللي جوانا مش هنعرف نحط مكانها. زيها زي الجهاز الهضمي، انت علشان تعرف تاكل محتاج تخرج اللي في بطنك. على فكره اللي بيخرج من بطنك ده جزء منه كبير قوي اكل، مش اللي هو يعني حاجات غريبه منك، ده الاكل اللي انت لسه واكله، جزء منه جسمك امتصه، جزء منه اترمى. لو انت ما رميتش مش هتعرف تاكل. فانت علشان تعرف تفضل في حاله تغذيه مستمره محتاج تحط اكل وتسيب جزء منه. نفس الموضوع النفس، انت محتاج علشان تعرف تتنفس وتعرف تعيش هتاخد نفس هتسيبه. لو فضلت واخد نفس ومش راضي تسيبه هتموت. لو فضلت عندك افكار ومش بتسيبها هتموت، هتعيش ميت نتيجه ان انت مخك صدى من الافكار قديمه غير قابله للتحقيق. دلوقتي انت محتاج خلاص، فكره انتهت، تخيلها انها طارت راحت.